هاي هاي، انا حبيبه وهكون معاكم في رمضان في الف طبخ وطبخ. ما تيجوا اقول لكم ازاي نعمل احلى والذ شوربه كريمه بالفراخ. حلوه قوي تبقى على السفره في رمضان، ده غير ان هي بتبقى منقذه في العزومات لان فوق لذاذتها هي بجد سهله قوي. ده شكلها، وتعالوا بقى اقول لكم شوربه الكريمه دي اتعملت ازاي. شوربه الكريمه مكوناتها بسيطه قوي وتقريبا يعني موجوده في كل بيت. هنحتاج بصل مفروم وزبده مشروم، بس الاحلى يكون مشروم فريش، وفراخ ودقيق وكريمه ولبن. اول حاجه هحط مكعب زبده وهنزل عليها ببصله مفرومه، وقبل ما البصل ياخد لون ننزل بالفراخ. اول ما الفراخ تاخد لون من تحت هديها تقليبه واسيبها تقريبا 7 دقايق لحد ما تستوي. بعد ما سبتها 4 دقايق تقريبا، دلوقتي هننزل بالمشروم. انا نزلت المشروم في نص الوقت اللي الفراخ استوت فيه، ده بيبقى احسن ان هو مش بياخد وقت قوي في السوا، وعايزه الاثنين يبقوا مستويين مع بعض في نفس الوقت. انا مش هقلبها كتير ومش هنغطيها خالص عشان انا مش عايزه الفراخ تنزل الجوسس اللي جواها، عشان تفضل طريه وحلوه في الشرب. دلوقتي هجيب الفراخ على جنب وانزل زبده واسيبها تسيح على جنب كده لوحدها، وهنزل عليها بقى بمعلقه دقيق ونقلبه. ودلوقتي هننزل بكوبايه ونص لبن. اهم حاجه ان اللبن ما يكونش سخن، يكون ساقع او على الاقل بدرجه حراره الغرفه، ده بيبقى احسن في الشرب. ونزود لبن تاني مع التقليب، وبعد كده ننزل عليه بكوبايه كريمه. هحط لها شويه ملح، واهم حاجه في الشوربه دي الفلفل الاسود عشان بجد بيديها طعم حلو قوي. واسيبها بقى شويه لحد ما تغلي. لما الاقيها بتغلي كده وقوامها مظبوط وعجبني، اتاكد 100% ان هي بقت تمام. وشويه شبت يكسروا اللون الابيض. يا ريت بعد ما نفطر كده ببلح نبتدي الاول بالشوربه، بلاش نخش في المحشي على طول عشان بطننا ما تضايقش علينا. جربوها قولوا لي رايكم في الكومنت.